السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أعتذر عن هذا التقديم الذي قدمه الأخ عبد الحكيم، فليس لهذه الثورة رموز، أنتم رموز هذه الثورة. هذا الشعب هو رمز هذه الثورة. هذا الشعب هو رمز هذه الثورة. ليس هناك شخص ولا هيئة ولا جماعة ولا ائتلاف ولا حزب ولا تكوين رمزا للثورة. ميدان التحرير وشعب مصر هو رمز هذه الثورة ولا رمز غير ذلك. منور المنصة. احبتي في الله، والله جئت من المطار من اسطنبول على ميدان التحرير مباشرة اعلن ووجود اننا نهرب. لا والله لا نهرب من الميدان ابدا، وهذه الثورة مستمرة شاء من شاء وابى من ابى. بكم انتم يا ثوار مصر، بكم انتم يا احرار مصر. جئنا الى هذا الميدان لنقول اولا ليس هناك وصية على شعب مصر، لا السلمي ولا غير السلمي. ليس هناك وصية على شعب مصر. على السلمي بوثيقته، من الذي وضعها؟ لا ندري. اي احزاب يجتمع بهم؟ لا ندري. اي ثوار يجتمع بهم؟ لا ندري. لا وصاية على شعب مصر مهما كانت بنود الوثيقة، فلن نرضى بها ابدا. لن نرضى الا ببرلمان منتخب هو الذي يضع هذه الوثيقة، هو الذي يضع دستور مصر، هو الوحيد الذي يختاره شعب مصر مهما كانت بنود هذه الوثيقة. اذا كان علي السلمي يبيع الثورة والشعب المصري لوصاية الجيش المصري، فهذه وصاية مرفوضة تماما. اذا كان هناك بند ينص في هذه الوثيقة على ان القوات المسلحة هي الحامي للشرعية الدستورية، بنقول لعلي السلمي وبنقول للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وبنقول لكل الاحزاب لا حامي للشرعية الدستورية في مصر الا الشرعية الشعبية. الشرعية الثورية هي الحامية لهذه الدستورية. يلا مصري والهوية، نحن السلطة مش قضية، والنواب المنتخبون هم الذين يشكلون الجمعية التأسيسية، ويستفتي الشعب المصري على الدستور الذي تقترحه الجمعية التأسيسية، ويستفتي الشعب المصري على الدستور مادة مادة وليس كل المواد مرة واحدة. لا وثيقة اطلاقا مهما كانت بنودها. نرفض الاصل ونرفض الموضوع من الاصل. المطلب الثاني، اذا كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد حمى هذه الثورة، واذا كان المجلس
قصد ان يعتدي على الثوار فاننا نقول لهم لا تفسدوا ما قدمتموه، لا تفسدوا ما قدمتموه ولا تطمعوا في السلطة، فلن يحكم مصر الا رئيس مدني منتخب. مش عايزينها عسكرية، مش عايزينها عسكرية، عايزين دولة مدنية، عايزين دولة مدنية، عايزين دولة حرية، عايزين دولة مدنية، عايزين دولة مدنية، مش عايزينها عسكرية، مش عايزينها عسكرية. لابد ان تسلم السلطة الى رئيس مدني منتخب. لو في حد من العسكر عاوز يترشح يترك العسكر ويترشح، ومش هنتخبه، لا ننتخب عسكريا. نعم، اي مواطن مصري شريف من حقه ان يترشح لرئاسة الجمهورية، ومن حقنا ان ننتخب من نريد، ولن ننتخب عسكريا اطلاقا مهما كان. هذه السلطة لابد ان تسلم، ولا بد ان تسلم، وهذا قرارنا في ميدان التحرير، ولا قرار